مساء الفل. اخباركم ايه؟ الناس اللي بتتكلم على ملف ابو جبل والنادي الاهلي. الموضوع باختصار عشان بس ما اطولش عليكم. ابو جبل امبارح وهو في التمرين وهو بيتمرن مع كهربا شاط الكوره في وش ابو جبل بدون قصد. ابو جبل تطاول عليه بالفاظ بذيئه، قال برضو ما اتكلم بطريقه مش حلوه، بطريقه غير لائقه. انتوا اللي بتتحايلوا عليه عشان يكون موجود في النادي الاهلي. طبعا الموضوع ده خارج النادي الاهلي. يعني الموضوع ده باختصار، كهربا وابو جبل كان في خناقه حصلت امبارح في معسكر المنتخب. مين بقى اللي هيكون موجود في النادي الاهلي؟ علي لطفي. هيكون في اجتماع طارئ بين كابتن محمود الخطيب وكابتن سيف زاهر في خلال الساعات القليله القادمه. هيكون في اعاره علي لطفي لمده 6 شهور. ليه اختاروا علي لطفي؟ علي لطفي اصلا مش بتاع خناقات، مش بتاع مشاكل. يعني هو قاعد هادي جدا في اوضه اللبس، يعني موافق جدا يكون دكه، يعمل روتيشن مع مصطفى شوبير. يعني الموضوع باختصار علي لطفي الانسب والابرز للنادي الاهلي. طبعا المهدي سليمان نادي الاتحاد السكندري ما وافقش يروح النادي الاهلي. طبعا محمد بسام اداره سيراميكا كليوباترا كانت عايزه مصطفى شوبير ضمن الصفقه، وطبعا اداره النادي الاهلي ما وافقتش على الطلب ده. يعني الموضوع باختصار علي لطفي هيكون اعاره لمده 6 شهور. ده موضوع حراسه مرمى النادي الاهلي. نفتح ملف تاني، هو ملف مين المدرب القادم للمنتخب المصري. طبعا فيتوريا هيرحل. اول الراحلين هو فيتوريا، هياخد ال 600 الف دولار الشرط الجزائي بتاعه، ونقول له بألف سلامة ما ترجع لناش تاني. يعني ومين تاني؟ اتحاد الكرة هيمشي اخر يعني ايه في الصيف القادم، هيبقى في انتخابات جديدة في الصيف القادم. مين بقى المدرب القادم؟ رينارد. وزير الشباب والرياضة هو اللي ماسك الملف ده بنفسه. رينارد الفرنسي اللي بيتولى تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات هو المدرب القادم للمنتخب المصري. على فكرة رينارد موافق يدرب منتخب مصر. يعني الموضوع باختصار رينارد موافق، وكمان موافق على ال 200 ألف دولار في الشهر. وطبعا الناس كلها هتوافق. رينارد عادي حتى لو 500 ألف، المصريين كلهم موافقين. أهم حاجة رينارد هو اللي يدرب المنتخب المصري. مين بقى المدرب التاني؟ حسام حسن أو كابتن علي ماهر. أقول لكم حاجة، وزير الشباب والرياضة من فترة أيام كابتن إيهاب جلال وكابتن حسام البدري كان الاسم الأول والأبرز هو كابتن حسام حسن. لكن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ما كانش موافق على كابتن حسام. ليه؟ بيقول إن هو عصبي جدا، يعني ممكن يعني بيقول إنه هيعرنا بره. يعني الموضوع باختصار يعني ممكن يعمل مشاجرة كتيرة مع الحكام، بيعمل يعني مشادات كتيرة. يعني هو ما كانش عاجبه العصبية الزائدة من كابتن حسام حسن. لكن الاسم الأبرز حاليا كمحليين هو كابتن علي ماهر وكابتن حسام حسن. في ناس بتقول على كابتن طارق العشري، في ناس بتقول على أيمن الرمادي، في ناس كتيرة بتقول على حلمي طولان، في ناس كمان بتقول على مين؟ الكابتن أحمد سامي. لكن الأبرز كمحليين هو كابتن حسام حسن وكابتن علي ماهر. المدرب الاجنبي التاني اللي في الكفه التانيه هو رينارد، اللي بيدرب المنتخب الفرنسي للسيدات. يعني الموضوع باختصار هو رينارد او علي ماهر وحسام حسن. يعني الموضوع مش هيخرج من الثلاثه دول. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.